السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاثنين 22/12/2025 3 رجب 1444. عنوان الرؤية: اتصال المرأة عبر شبكة الهاتف الخلوي، مما أحدث في الهاتف ارتجاجا كاشرات كهربائية. الصياغة الأدبية للرؤية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يري عباده آيات من وراء الحجب ويكلم القلوب بما تعجز عنه الحروف. رأيت في منامي أن امرأة تتصل بي عبر الهاتف. كانت الذبذبة تظهر على شاشة الجوال رغم أنه مقفل، وكانت صورتها تتشكل وسط خلفية سماوية صافية يتلالى وسطها نورا، كانها ياقوتة أو جوهرة زرقاء أنوارها كالماسة، كأن الاتصال لم يكن أرضيا بل من عالم لطيف أعلى. حاولت أن أقطع الاتصال أو أبعده عن الشاشة، فإذا بالذبذبة تزداد وتعلو حتى بدأت تصدر من الهاتف شرارات كهربائية، كأن الطاقة التي تأتي منه تفوق طاقة الجهاز ذاته. فأدركت أن الأمر ليس اتصالا بشريا عاديا، بل ظاهرة روحية تحمل معنى في الباطن، ووراءها سر من أسرار الروح والاتصال الغيبي. ملاحظة: وجه المرأة يبدو بعمرها في الأربعينات، ومن الصورة إلى السر ضوء لا ينطفئ الباحث عن وصايا الكنز. التأويل الروحي للرؤية: هذه الرؤية تحمل رموزا دقيقة جدا تتعلق بتواصل روحي أو معرفي من عالم الغيب أو من روح مؤمنة، قد تكون من أرواح طاهرة أو من مقام الإلهام، وسأشرح الرموز واحدا واحدا. 1. المرأة المتصلة. المرأة في رمزية الرؤى تمثل النفس أو الرسالة أو الروح الملهمة. كونها تتصل بك عبر وسيلة لاسلكية يرمز إلى أن هناك رسالة غيبية تصل إلى وعيك الروحي دون حجاب مادي، وقد تكون هذه المرأة رمزا للحكمة أو النفس العليا أو الملكة الإلهامية التي تطرق بابك لتوصل معنا أو أمرا من السماء. 3. ذبذبة الاتصال على شاشة مقفلة تعني أن القلب أو الوعي الروحي مغلق في الظاهر، أي في حال سكون أو عدم استعداد تام، لكن رغم الإغلاق فإن الذبذبات الإلهامية تصل إليك، كأن الإشارة تقول: حتى لو لم تفتح الباب سيصل إليك النداء. فهي رمزية للتواصل القسري بين عالم الروح والوجدان الداخلي، لا تمنعه الحواجز المادية. 3. الخلفية السماوية. الخلفية السماوية تؤكد أن الاتصال من عالم علوي طاهر قد يكون وحي إلهام أو بشارة أو رسالة من روح مؤمنة في عالم النور. 4. محاولتك قطع الاتصال. هذا يدل على ترددك أو تحفظك،